في ناس بتصحى كل يوم وهي مش قادرة تتنفس، مش لأن في مرض، لكن لأن في وجع ساكن جواهم، وجع من قهر مش قادرين يغيروه ولا يهربوا منه. ناس بتشوف الظلم، بتسمع صوت الانفجار، وتشوف الأطفال بتدفن في صمت وبتحس إنها عاجزة. لكن الإمام محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك كان بيقول: لو مش قادر تغير الواقع، غير نفسك. ابدأ من جواك، لأن التغيير الحقيقي بيبدأ من الداخل وبيبني حوالينا عالم جديد حتى لو ببطء. الغزالي ما كانش بيوعد الناس بواقع مثالي، كان بيقول بوضوح: الدنيا صعبة وأوقاتها تكسر، لكن لو سبت نفسك تموت من جوا، يبقى أنت اللي سلمت قبل ما العدو ينتصر. إن من العجز أن تموت روحك قبل جسدك، وأن تتجمد إرادتك قبل أن يتجمد الدم في عروقك. الكتاب ده مش دروس وعظ، ده دعوة حقيقية للحياة، لأنك في وسط الركام ممكن تزرع بذرة، وفي قلب الظلمة ممكن تولع شمعة. وده معنى الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مش لازم تنتظر الفرج من بره، ابدأ بخطوة صغيرة: صلاة بخشوع، نية صافية، عادة فاسدة تتغير، كلمة حلوة تتقال أو دمعة بتنزل بتذلل إلى الله، ودعوة صادقة. الدنيا حوالينا مش دايما عادلة، وأوقات بتكون قاسية لدرجة تخليك تحس إنك مش إنسان. وفي عالم مليان بالقهر والموت والصمت، في حاجات بسيطة نقدر نعملها، مش هتوقف الحرب، لكن هتوقف موتنا البطء. الغزالي بيقولك: ابدأ بنفسك حتى لو كل حاجة حواليك بتنهار. الظروف ممكن تفضل كما هي، والناس تفضل تؤذي، والقهر يطول، بس ده ما يمنعش إنك تبني جواك إنسان أنضج، أهدى وأقوى. خطوات عملية لتجديد حياتك وسط عالم موجوع. 1. ابدأ بنفسك. حتى لو مش قادر تغير حاجة في وقت الكل في بيموت من غير سبب، أضعف الإيمان إنك تحافظ على إنسانيتك. ابدأ بنيتك، قول: يا رب استخدمني في الخير. 2. تقرب من ربك، مش علشان تنجو، لكن علشان تفضل إنسان في عالم فقد الإحساس. اللي بيحافظ على قلبه حية هو الناجي الحقيقي. 3. غير عادة بتكسرك كل يوم، بطل تسويف، بطل جلد ذات، بطل تعيش كأنك مش موجود. كل عادة مؤذية هي رصاصة بتقتلك من غير دم. 4. ما تلومش نفسك على اللي مش في إيدك، بس اعمل اللي تقدر عليه. دمعتك مش ضعف، لكن سكوتك الدائم ممكن يكون مشاركة في الجريمة. شارك، اتكلم، ادعي، اتغير، حتى لو بكلمة واحدة. 5. خليك صوت للناس اللي صوتها اتكتم في أطفال صوتهم راح، وفي أمهات بيصرخوا من غير ما حد يسمعهم. انت تقدر توصل صوتهم بفكرة، بكلمة، ببوست، بفيديو، بدعوة. 6. سامح، لكن ما تنساش سامح عشان ترتاح، لكن ما تنساش عشان تتعلم، وعشان تفضل فاكر ان في ناس محتاجة صوتك. 7. ابن إنسان جديد جواك. اللي حوالينا مش مضمون، لكن جواك لسه فيك حياة. جدد نفسك عشان تقدر تكمل الطريق وتكون جزء من تغيير مهما كان صغير. الغزالي ختم الكتاب برسالة من ذهب: إنك إن لم تجدد نفسك تموت ولو كنت تتنفس. جدد حياتك مش بس عنوان الكتاب، ده نداء لكل واحد تعب وساكت وكاتم ومكمل رغم كل شيء. ابدأ بنفسك، حتى لو العالم كله مشغول عن ظلم اخواتك، على الأقل انت تكون مشغول بيهم.